سريع. الذي يحدثك الآن أحلف لك غير حانف يا أخي أنني أذهب المدرسة يوميا ب50 ريال إلى 100 ريال ولا أعود منها بشيء من كثرة الغنى الموجود عندي وعند أبي. ما شاء الله. والدي قبل 60 سنة كان يقسط السيارات في وقت ليس فيه أصلا تقسيط السيارات حتى في البنوك. ما شاء الله. ثم افتقر والدي بحيث لا يملك هللة واحدة. كنت وأنا في الجامعة أستلم 840 ريال، يأخذون 10 علينا الصندوق الطلاب، تبقى 300. أرسل 500 ريال لوالدي لأنه عندي 9 أخوات. لا لا. و340 أتصرفها في الشهر كاملا بدون سيارة. الدكتور فهد يعرف مكان جامعة الإمام ومكان حي الازدهار. أذهب لدرس أحد المشايخ قرابة 3 كيلو ذهابا 4 كيلو ذهابا وإيابا، أخرج قبل صلاة الفجر لأني لا أملك سيارة. تمام. ثم بعد ذلك الآن أنا عرفت قيمة المال، ولهذا العلماء ماذا يقولون؟ من أراد أن يتزوج فليتزوج امرأة اغتنت ثم افتقرت لأنها تعرف حقيقة الدنيا. هذا الذي نريد أن نوصل أولادنا إليه، أن نقول لهم بأن هذه الحياة لا تستمر على حالة واحدة. نعم. والذي يدخر ليوم آت هو الرجل السعيد الصحيح، سواء كان هذا اليوم الآتي اليوم القريب الذي هو في الحياة الدنيا لأشياء أهم أو ليوم القيامة. ولذلك قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال فمال أحدكم الذي قدم على الآخرة. طيب دكتور، لكن ثقافة المجتمع ما زالت تعارض مثل هذا التفكير أو هذا النمط وهذا التنظيم الانفاقي الذي تتكلم وتتحدث عنه دكتور. تمام. تدري لماذا؟ لأنهم ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، لم يأكلوا بأصابعهم، لم يأكلوا في صحون فيها نصفها تراب. الله. لو عرفوا حقيقة هذه الحوادث وعاشوها لعرفوا قدر النعمة التي بين أيديهم. اليوم الناس لا يعرفوا مثل هذا الأمر. يا أخي الكريم، لما وضعت المائدة بين يدي عبد الرحمن بن عوف بكى. قال ما يبكيك؟ قال تذكرت مصرع مصعب بن عمير، لقد جيء به في القبر وهو مصعب من هو؟ مصعب كان إذا مشى في الطريق الناس تمشي وراءه لتشم رائحة ثيابه فقط. نعم. بل وقفت على موقف في السيرة يقول أنه كان يغسل ملابسه عند شخص يغسل ملابس الناس، فيأتي الناس بملابسهم حتى تنتقل العطور إلى ملابس هؤلاء الناس. الله. عطور مصعب. ومصعب لما جيء به ما وجدوا كفن يكفنوه به، آخر شيء غطوا رأسه وتركوا رجليه. عبد الرحمن بن عوف غني لكنه تذكر تلك الحادثة. هذه المعاني غير موجودة اليوم في نفوس شبابنا. شبابنا ولدوا وفي أفواههم مثل ما ذكرت لك ملاعق الذهب. لو بات ليلة واحدة جائع لعرف هذا. ولذلك تدري إحدى مآسينا الآن ما هي؟ أنه كثير من إخواننا المسلمين يبيتون يتضورون جوع وبرد وألم ومرض وحزن أكل قلوبهم على أولادهم، ومع هذا تجد شبابنا عند الإشارة يرقصون ويغنون، ثم يحتارون في أي أنواع العشاء يمكن أن يأكلوا تلك الليلة. هذه قضية كبيرة نحن فرطنا فيها. نحن كآباء أمهات مجتمعات ينبغي أن تشعر أبنائنا بحجم النعمة الموجودة بين أيديهم. الحمد لله. ولذا يعني في بعض الأحيان نحتاج أننا نؤخر الغداء قليلا، دعهم تقرصهم قرصة الجوع حتى يشعروا بها. سفيان الثوري يا أخي أكل مرة، جاء إلى الجارية فوجد عندها صحن موز، فقال للجارية عندك شيء؟ قالت نعم صحن موز، فأكله. أكل الصحن كامل من أوله لآخره. ثم ماذا قال؟ قال إن الدابة إذا أكلتها فكدها. هذا الكلام بعد صلاة العشاء قدم له الصحن، فقام مصليا لله تعالى حتى أذن الفجر. الله. يعني الآن نحن نأكل ولا نكد ولا نكد أيضا، ولا نكد مكيفة على رؤوسنا. أيوة. نحن في نعم لم نشعر بحقيقتها. ينبغي الآباء والأمهات أن يقوموا والله بواجبهم يا أخي.